مع شاكر بسباس كل يوم من الاثنين الجمعة من 8 لل10 متاع الليل. يهمنا برشا نطمنوا على صحة الممثل أحمد الندلسي. سمعنا أنه ثم وعكة صحية مؤخرا صارت مع أحمد الندلسي، إن شاء الله لاباس. هذا اللي نتمناه طبعا، ويهمنا أنه نطمنوا كل الناس اللي تحبوا أصدقائه ومستمعينا والناس اللي تتبع أحمد الندلسي. أحمد الماجري هو ممثل وصديق أيضا أحمد الندلسي معنا في المباشر. مرحبا. اهلا وسهلا شاكر بسباس، مرحبا بك وكل مستمعين. سي الهادي مرحبا. هادي مرحبا يا هادي، شحوالك؟ الله يخليك، عايشك. مرحبا بك شاكر، ومرحبا بكل مستمعين موزايك. يفضلك برشا الناس تتساءل على صحة أحمد الندلسي وتحب تعرف، وإن شاء الله يقوم لنا لاباس. هذا طبعا كل تمنياتنا نحن لهنا في موزايك وكل اللي متتبعيه والناس اللي تبع أحمد الندلسي. طمنا على صحته خويا. ان شاء الله يكون لاباس. انا طلعت لجوز اسباب، لانه برشا ناس يعرفوا علاقه صديقتي الوطيده باحمد، سواء من الدومين سواء الناس اللي تبعوا فينا على السوشيال ميديا واصحابنا والناس اللي يعرفونا. دونك احمد البارح اجرى عمليه، وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. الحمد لله ما كل بالنجاح حسب ما قالوا الاطار الطبي. المهم في هذا انه ندعيو له الناس الكل بالشفاء. والحاجه الاهم اني انا طلعت، لانه قاعد نشوف في السوشيال ميديا، قاعد نشوف في برشا صفحات تروج في اخبار كاذبه، وللاسف هذا يمس من نفسيتنا احنا كاصحاب والناس اللي تحبه، ويمس بالاخص عائلته اللي مفجوعين ويعيشوا في حاله معناها اي انسان مريض ولا عنده شكون مريض راه باش يتقلق مهما كانت بساطه الحاله الصحيه معناها. لذا نحب نطمن الجمهور ونقول لهم الحمد لله احمد قام لاباس كيف اولا يعني من العمليه، واي تدخل جراحي ولا اي حاله مرضيه راهي تتطلب الراحه وتتطلب انه الانسان ياخذ فتره نقاهه. لذا احمد تو في فتره النقاهه، ان شاء الله نقولوا احنا انه يتجاوزها بصحه وعافيه ويرجع لنا ابو حميد الفدلاك الضحاك الممثل الممتاز اللي نحبوه. هو الاهم من كل هذا سي الهادي انه هو قام لاباس والحمد لله. الحمد لله معناها العمليه كلت بالنجاح. اليوم اجراها العمليه، اجراها البارح، واكدوا معناها الاطار الطبي وشبه الطبي البارح ان العمليه ناجحه والحمد لله. وانا اتصلت بعائلته كل الحمد لله. ان شاء الله نجزها بالباهي ان شاء الله. هذا المطلوب، هو الباقي كله تفاصيل، لانه صحته الناس اللي تحب وتسال برشا. انت تشوف مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي خدمت معاه، الناس اللي تعرفه من بعيد. وهذا مهم مهم حتى لنفسيه الممثل في حد ذاته من احمد الندلسي. بالطبيعه لولا الحب ما كانتش الهجمه الكبيره نتاع الستاتيوات والناس اللي كتبت. تبقى ثم بعض صفحات للاسف معناها تروج في اخبار كاذبه وزائفه. هذا اللي احنا قلقنا. اما نشكروا ممكن انا باسمي كصديق لاحمد الندلسي نشكر برشا الناس اللي يحبوا يطمنوا عليه، ونشكر الناس اللي كلموني خاصه انا معناها عن نفسي نتكلم. برشا ناس من ممثلين فنانين اعلاميين واصدقائنا العاديين اللي ما يقولوش اهميه على الدومين ولا على اصدقائنا في معناها الكم الهائل من الحب اللي شفته انا لاحمد الندلسي ما ينجم كان يثلج صدري ونقول انه الممثل التونسي محبوب في تونس والحمد لله. شو هي وعكة مفاجأة هادي الماجري؟ نتفهم راهو اذا كنت طبعا ما تحبش تدخل في التفاصيل، وهذا من حق الممثل ومن حق العائله. اما فقط العباد حتى تطمن من الوعكة مفاجأة لاحمد. الحقيقه ما نجمش نجاوب على الحاله الصحيه ولا لا ما نحبش ندخل في التفاصيل انا نتاع. كانت وعكه مفاجاه لاحمد معناها فجاه سمعنا انه يجري العمليه معناها. لا هي فما صفحات قبل هبطت انه عنده حاله صحيه متعكره شوي. لطف عليه هذاك اللي نسرع، لطف عليه ان شاء الله لاباس. هادي الماجري نشكرك برشا انك اخترت موزايك فام باش تطمن احمد الندلسي، باش تطمن جمهور احمد الندلسي على صحته. انت زاد شاكر مشكور جدا، ومشكوره موزايك اللي يهمها اخبار الفنانين واللي تتبعنا واللي يهمها اني تقدم للراي العام الخبر الصحيح والمحايد والمصدر نتاعو، وتطمن خاصه للجمهور. الحمد لله.
احمد الأندلسي قام لاباس من العمليه ويتماثل للشفاء، وطبعا شكرا لك يا هادي المجري، يعطيك الصحه انك طمنتنا على صحته. دونك احمد الأندلسي لاباس وان شاء الله ديما لاباس، هذا هو طبعا اللي نتمناوه ليه ولكل جمهوره. مواصلين كورنيش موزايك FM حتى في 10.